السلام عليكم. البعض يقلقه رأي الآخرين به، فتجده خجول متردد في كلامه، قلق من لبسه وشكله وتفكيره دائما وش رايهم بي. في قانون راح يساعدنا وهو 18 40 60. في سن 18 يكون رأي الناس بنا سواء معلمين أو أصدقاء مقلق جدا لنا. في سن 40 نزهق من هالطريقة بالتفكير ولا نهتم برأي الآخرين. في سن 60 نكتشف أن الآخرين أصلا ما كانوا يفكرون بنا زي ما كنا نعتقد، وكل اهتمامهم أنفسهم. عيش حياتك كما تريد ولا تقلق برأي غيرك، فالبعض قد لا يعجبه أن تقف على قدميك. والسلام. السلام عليكم. اشترى رجل منزل بجوار بيت يحرسه كلب، وكان هذا الكلب يلحق بالرجل كلما أراد الدخول لمنزله وينبح بصوت مخيف. استمر الوضع لأشهر. في أحد المرات قرر الرجل مواجهة الكلب وأخذ عصا ليضربه، لكنه تفاجأ بأن الكلب ليس له أسنان. وهكذا كثير من الناس يعيش حياته خائف من أوهام لا تضره ليس لها أسنان، من الفقر، من المستقبل، من الناس. الخوف هو السبب الأول المانع للسعادة والمحطم للطموح. تذكر بأن الخوف صناعة الشيطان، فالشيطان يعدكم الفقر. عليكم. توفي أحد الآباء وترك لولده ماسة وأوصاه ألا يبيعها إلا في أقصى الظروف. مر الولد بظروف قاسية لكنه قرر عدم بيع الماسة لأن مجرد التفكير بها يعطيه القوة. بعد سنوات أصبح الولد ثريا وأراد معرفة قيمة الماسة. أخبره خبير المجوهرات بأنها قطعة زجاج لا قيمة لها. تركها الأب ليعطيه الأمل في الحياة. أنت لا تعتمد على ماسة، أنت تعتمد على الله. فإن تحقق لك ما تريد فكن شاكرا، وإن لم يتحقق فكن واثقا بربك.